كان بيدور على فكرة مشروع قام لقاها في كوباية القهوة. عمرك فكرت إن كوباية ممكن تغير حياتك؟ والله كوباية. يعني ايه فكرة بسيطة جدا بس تقلب كل موازين البيزنس؟ ازاي ممكن تبني علامة عالمية من حاجة الناس بتشتريها كل يوم وما بياخدوش بالهم منها؟ وايه السر اللي بيحول فكرة تافهة في عين الناس لتحفة تسويقية تخليهم يصوروها ويتكلموا عنها ويشتروها من غير ما يفكروا؟ القصة دي فيها لحظة، اللحظة اللي غيرت كل حاجة. لحظة لو حصلت لك ممكن تفتح لك باب عمره ما اتقفل لحد دخل منه. بس السؤال الحقيقي هنا، هتعرف تلاحظ اللحظة دي ولا هتعديها زي ما بتعدي حاجات كتير في يومك؟ أنا دكتورة عيشة موجودة هنا علشان أساعدكم تشوفوا عالم البيزنس من زاوية مختلفة تماما وتبدأوا تشوفوا الفرص في أبسط التفاصيل. فحضروا قهوتكم يلا واستعدوا عشان تسمعوا أغرب القصص في عالم ريادة الأعمال. في يوم من الايام كان في شاب اسمه احمد بيحب البيزنس جدا وكان بيحلم انه يبقى بيزنس مان قد الدنيا، لكن كل حلم في عقله كان بيصدم بالواقع المرير. كل ما يحاول يبدا بيزنس يفكر في مشاريع ضخمه محتاجه فلوس كتير قوي ودراسات سوق والله اعلم الفكره هتنجح ولا لا، وكل الكلام ده بيخلي الواحد يقف قبل ما يبدا. لكن في يوم وهو قاعد مع اصحابه في كافيه وكان بيتكلم مع واحد صاحبه دايما بيثق فيه، فقال له انا مش لاقي فكره مشروع مميزه، كل حاجه بقت مكرره. فصاحبه رد عليه وقال له فليه ما تدورش على حاجه بسيطه او صغيره الناس ما تبقاش واخده بالها منها؟ فاحمد استغرب كده وقال له يعني ايه حاجه صغيره؟ فصاحبه قال له يعني حاجه الناس بتحتاجها كل يوم بس مفيش حد بيفكر فيها. احمد قرر يجرب الفكره دي، وبدل ما يحلم بمشاريع كبيره بدأ يدور على حاجات بسيطه، حاجات كل يوم الناس بتحتاجها وكل بيت مليان بيها. واول ما فكر جات له فكره غريبه شويه، كوبايات قهوه بتتغير لونها لما يتحط فيها مشروبك السخن. فكره بسيطه لكن مختلف. واحمد قال لو الناس حبت الفكره دي اكيد هتشتري، وفعلا بدا يشتغل على التصميم ويجيب موردين ويعمل دعايه على الانترنت. كل حاجه فضلت ماشيه كويس لفتره، بعدين زي اي ترند الناس بدات تزهق منه. الكوبايات اللي لونها بيتغير بقت موضه قديمه وبدأت التعليقات تظهر، هو ايه الجديد؟ شفناها قبل كده، في منه في كل حتة. وهنا بقى جت اللحظة الفاصلة، أحمد بدأ يحس إن الفكرة بتموت، بس بدل ما يستسلم قرر إنه يطور الفكرة نفسها وقال لنفسه أنا بدأت بحاجة بسيطة بس مش معنى كده إنها تفضل بسيطة طول عمرها، فليه ما نخليش الكوبايات دي تحكي قصة؟ ليه ما نطبعش عليها تصميمات كل تصميم ليه رسالة مختلفة؟ زي مثلا كوباية بيتحول التصميم بتاعها من يوم صعب للسه عندك فرصة تعديه، أو مج لرواد الأعمال من أنا تايه لأنا راجع أكمل. حاجة كده يعني بتخاطب المشاعر وتخلي الناس تصحى الصبح مستنية شكل المج ده يتغير وتبدأ تتحفز. وبدأ أحمد يشتغل على التصميمات دي ويجيب موردين متخصصين يعملوا له الطبقة الحرارية بجودة أعلى من اللي موجودة في السوق، وسمى مشروعه بصلي وأنا بتغير. وبدأ حملته أونلاين وبقى مفيش مشروب الصبح من غير رسالة بتوصل. في الأول المبيعات كانت عادية بس أحمد موقفش، كان بيركز على التفاعل مع جمهور ويفضل يسألهم تحبوا الكوباية بتاعتكم تقول لكم إيه بكرة؟ ولو عندك مثلا مج زي ده مزاجك إيه النهاردة؟ هيكون شكله إزاي؟ وبدأ يعمل تصويتات على التصميمات بتاعته وبدأ يخلي الجمهور يبقى جزء من الفكرة. وفي لحظة الدنيا قلبت، في أسبوع واحد بس فجأة مبيعاته ضعفت بزيادة خرافية. إزاي؟ الناس بدأت تحب الفكرة مش عشان الكوبايات مميزة، لا، لكن عشان الفكرة كانت مختلفة عن أي حاجة تانية موجودة. والأهم إن الناس بدأوا يحبوا الفكرة ويشاركوا التفاعل معاها، والناس بقوا ينزلوا صور بالكوبايات بتاعتهم ويحكوا قصصهم معاها، وهاشتاجات بقى بدأت تتنشر بصلي وأنا بتغير، الكوباية اللي فهماني، الكوباية بتكلمني. ومرة واحدة بقى في طابور مستني انتظار على التصميمات. وهنا احمد فهم حاجه كبيره، مش مهم المنتج نفسه، المهم الفكره اللي وراه. وبدا يعمل دفاتر وبلانرز وتيشيرتس بنفس الفكره، وكل منتج بيتغير وكل تغيير فيه رساله. حتى الجرابات بقت فيها كلمات بتختفي وتظهر مع حراره الايد، والفكره بقت حركه فنيه وتحفيزيه وقابله للمشاركه.
والناس بقت تديها لبعض، والشركات بدات تطلبها ككوربريت جيفتس، وبدات شخصيات عامه في التنميه البشريه ورياده الاعمال يستخدموها كوسيله تروج لقيمهم. والاهم بقى ان الفكره اتحولت من كوبايه لتجربة كاملة الناس بتعيشها كل يوم. الفكرة مش جديدة، لكن طريقة تقديمها كانت عبقرية. اللي أحمد عمله مش إنه اخترع منتج، لا، هو شاف حاجة بسيطة ونفخ فيها روح جديدة، قدمها بمحتوى، برسالة، بتفاعل، خلاها تبقى حديث الناس من تاني. الفكرة في الزمن ده مش في الاختراع، الفكرة في الشعور اللي بتوصله للناس وتحسسهم انهم جزء منه. فلو عندك فكرة الناس شافوها قبل كده، ما تقولش دي قديمة، قول انا هقدمها بشكل محدش عمله قبل كده. والقصة دي مش بس عن حكاية مج، لا، ولا مجرد بداية مشروع، دي خريطة طريق للي عايز يشوف البيزنس من منظور مختلف. السوق مش محتاج عباقرة، السوق محتاج اللي يفهم الناس. أكبر غلطة ناس كتير بتقع فيها إن أي رائد أعمال دايما بيدور على الفكرة العبقرية، بس الحقيقة السوق مش بيدور على ده، السوق بيدور على اللي يسمعه، على اللي يقدر يفهم اللي الناس عايزينه وحاسينه. ولو فهمت ده هتعرف تبيع حتى لو بتبيع طوبة. ودايما اللي بيكسب مش اللي عنده منتج أحسن، اللي عنده قصة أعمق. الناس ما اشترتش المج على فكرة علشان لونه بيتغير، لا، الناس اشترت علشان حكت لهم حكاية حسوا انهم جزء منها. فلو عاوز تكسب ما تروجش للمنتج، روج للقصة اللي وراه. واسأل نفسك، لو منتج اتكلم هيقول ايه؟ ولو اتكتب كتاب عنه هيكون عنوانه ايه؟ التطوير مش رفاهية، ده غريزة بقاء. اي فكرة مهما كانت جامدة هتيجي لحظة وتبطل تلمع، فلو ما طورتش نفسك هيجي وقت وتختفي. فخليك دايما في حالة تساؤل، ايه اللي ممكن اضيفه؟ ايه اللي ممكن اغيره؟ وخد بالك، التطوير مش معناه تغيير الفكرة، لا، معناه انك تخليها تعيش لأطول فترة ممكنة. والتفاعل هو البترول الحقيقي لأي براند. يعني الناس لما بتشتري منك وما تردش على الريفيوز بتاعتهم، ده كده اسمه مبيعات والسلام. لكن لما تسألهم وتشاركهم، ساعتها انت ما بنيتش بس قاعدة عملاء، انت بنيت مجتمع حوالين مشروعك. والمجتمع ده مش بس بيشتري، ده بيدافع عنك كمان لو وقعت. ومش لازم تكون الأول، لازم تكون المختلف. على فكرة أحمد ما كانش أول واحد يعمل كوبايات حرارية، لكن كان أول واحد يخليها تتكلم. الناس مش دايما بتفتكر مين بدأ، لكن دايما بتفتكر مين لمسهم ومين دخل جوه تفكيرهم. وانت كمان ما تنساش تكون الأول، خليك ما تتنسيش دايما. فيلا، لو عندك فكرة صغيرة حاسس انها هتكسر الدنيا، ما تترددش، امشي وراها وحولها لفرصة كبيرة، عشان كل حاجة كبيرة بتبدأ من هنا. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك وفولو وشير علشان نكمل الرحلة سوا ونغير تفكيرنا في البيزنس.